اللي انا عملته ان انا قلت لها بس مبروك، وشها قلب كده قدامي وراح لونه جه لون. الحقيقه ان انت جامد جدا، متربي 6 7 مرات. طب ما تيجي اقول لك الحوار على ايه؟ لما تنشن كده على واحده لسه والده من شهر او شهرين وتبارك لها على الحمل. عارف المشكله في ايه؟ ان انت هنا بتبارك لها على الكرش. من الاخر بطن الولاده اللي مضايقاها جدا ونفسها تنزل. وده يعلمنا اننا ما نباركش لحد على الحمل الا لو شفنا الاختبار او كنا شغالين في المعمل اللي بيطلع النتائج. اتحطيت في الموقف ده، باركت لواحده اصلا مش حامل، مش عارفه ازاي اتجرأت ان انا اعمل حاجه زي كده. طب نمنع الناس امثال ازاي ان هم يباركوا للناس امثالها؟ طبيعي لما بتولدي البطن مش بترجع لطبيعتها في يوم وليله. عارفه انت حزام البطن ده اللي بيقوي العضلات وبيسطح البطن؟ ما تجيبوهوش، ما بيعملش حاجه. اكيد تمدد بطن 9 شهور وزياده وزن وسوائل مش هيتحل بحزام بطن. كنا وزعناه على الحالات بعد العمليات كده زي اللولب. هو انا قلت لولب؟ بلاش اتكلم احسن. المغص اللي بيجي وقت الرضاعه ده بيبقى مؤشر لبدايه نزول البطن، لانه بيجي من قبضات الرحم اللي بيعرفنا ان هو بينزل واحده واحده كده لحد ما يرجع للحوض عشان يرجع تاني لحجم الكمثرى الصغيره. طب بمناسبه الكمثرى، تيجي كده نكتر بعد الولاده فاكهه وخضار وبروتين، مع الاعتذار طبعا للمغات والحلاوه الطحينيه والعسل الاسود، ونحاول نشدك كده من منافسه التسمين اللي حماتك ومامتك عاملينها علشان يشوفوا مين فيهم اللي هيكسب. لو فضلت في الدايره دي اوعدك ان في ناس كتير جدا هتبارك لك على الحمل اللي مش حامله اصلا. بقول لك ايه، ما تيجي كده نقطع ونشفي. شيل يا ابني 6 كيلو وقت الولاده عيل وميه ومشيمه، نقول على 40 بقوا 9 كيلو. لا انا الكلام ده مش جايب معايا، انا ببص لصور قبل الحمل بحس ان انا بقيت 2 مني كده في بعض. عشان كده هتبعدي عن اي مأكولات او مشروبات دسمه اللي بتاخديها تحت مسمى بتزود اللبن. واسفه يعني كده لو هتقل عليكي، هتمشي على نظام غذائي صحي. مش انا اللي بحدده، انا بتاعت نسا غلبانه، لكن دكتور التغذيه هو اكتر حد ممكن يفيدك في ده. وعلى بقى ما تروحي له واعمل لك حسبه السعرات الحراريه والكلام الجامد بتاعهم ده، اسيبك انا؟ لا طبعا. ممكن ناكل خضار، فواكه، بروتين، خبز الحبه الكامله. عارفه ان البيبي مبهدلك ومطلع عينك، بس بلاش دليفري وبلاش سكريات. اشربي سوائل كتير، بروتين، كل الاكل الصحي ده برضه بيزود اللبن. نيجي بقى على ممارسه الرياضه. اقول لك على حيله كويسه قوي، طلوع السلم. ايه رايك في كل خروجه تخرجيها خلي دور او دورين كده تطلعوا وتنزلوهم سلم، والباقي استخدمي اسانسير عادي. طيب لو ما كنتيش بتخرجي كتير، هزي طولك واطلعي من الشقه، انزلي دورين وبرضه اطلعي. ما هو احنا مش هنساع على بعض. طب لو اتكلمنا بقى عن المشي، ممكن نضرب عصفورين بحجر واحد. هتاخدي ولي العهد تحطيه في المشيه بتاعته وتخرجي تتمشي بيه شويه في الشارع، او ممكن تروحي بيه اي مول. هتترحمي من زنه شويه، ومنها برضه تبقى مارستي رياضه المشي. ممكن تعملي تمرين كيجل، تمارين شد البطن والركبه. تيجي نشوف حل سهل كده وسريع وغريزي قوي. معلش بس هتقل عليكي واقول لك رضعي الواد طبيعي، مع ان عارفه الناس كلها بتحب ترضع طبيعي، واللي بيلجأ للاصطناعي بيبقى فعلا مضطر لحاجه زي كده. بس يا ريت نوصل في الموضوع ده لاقصى المحاولات، لان على قد ما هي مفيده للبيبي بتساعد الام ان هي تحرق كميات كبيره جدا من السعرات الحراريه. ولو قعدت اتكلم في موضوع بطن الولاده ده مش هخلص، على قد ما هو مهم جدا وبيضايق اي ست بعد الولاده. ولو حاسه ان الموضوع ده شافه غليلك شويه وانك محتاجه تجيبي اللي باركلك في يوم من الايام على بطن الولاده على اساس انها حمل وتضربيه علقه محترمه، اعملي لي فولو. دكتوره اماني كمال، اخصائي نساء والتوليد.